اهلا بيكم في قناة مع منى. قبل ما اتكلم ياريت تشتركوا في القناة وما تنسوش لايك وشير وتفعيل الجرس علشان القناة تكبر وتنتشر والناس تشوفها. هتكلم النهاردة عن مصر هتكون ألمانيا تانية. يعني الكلام ده يعني مصر هتكون مركز لوجستي من خلال أكبر مدينة للسيارات في مصر والشرق الأوسط. هنعمل اكتفاء ذاتي وهنصدر للخارج، وده علشان موقع مصر الاستراتيجي الهام. احنا عارفين ان المغرب نموذج وفخر للعرب كله، عندها صناعة للسيارات، دي حاجة كويسة. احنا مصر كان عندها مصانع سيارات، وكان عندها مصانع كتير. عبد الناصر من زمان عاملين مصانع وكده، ولكن المصانع معظمه قفل علشان طبعا انتوا عارفين كان في حروب زمان كتيرة قوي، كل كام سنة كده كان بيبقى في حرب، فطبعا مصر اتأثرت من الحروب اللي احنا دخلناها دي، فالصناعة يعني اتأخرت. كان في مصنع فعلا واتقفل. يا ريت الناس اللي في التعليقات يقولوا لي ايه سبب قفل المصنع ده، مصنع السيارات. هتكلم النهاردة عن مصر، انها هتعمل اكبر مصنع ومدينة ضخمة جدا للسيارات. عندنا مواني، هنستغل المواني اللي عندنا زي عين السخنة. هنعمل مجمع ضخم بالشراكة مع شركات عالمية، ونوفر مساحات تخزين عشان تكون مصر مصدر إقليمي. هنصدر سيارات لأفريقيا والدول العربية. هنعمل إنشاء أول مدينة لصناعة السيارات، تعتبر تجمع لأكبر شركات صناعة سيارات في العالم أساسية، وهي نيسان وجنرال موتورز وفولكس فاجن أفريقيا وستيلا نيتس. كل الشركات العالمية دي مع كمان شركات الصناعية محلية زي غبور، عز سويدي وجلوبال أوتو. كل الشركات دي هيتجمعوا عشان نعمل مجمع ضخم كبير. الهدف منه زيادة إنتاج يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الصعبة، وكمان هنعمق المكون المحلي في صناعة السيارات من خلال إنشاء مصانع مغذية للسيارات. يعني احنا هنعمل مصانع للسيارات وكمان مصانع تانية اللي بتساعد السيارات، اللي مثلا إطارات، مصنع الإطارات بتاعة السيارات والبطاريات، ومصنع الصاج، عشان نحقق اكتفاء ذاتي في هذه الصناعة، وهنوفر فرص عمل كبيرة مختلفة لهذه الصناعة المهمة جدا، بالإضافة لأن احنا هنصدر ويبقى الاستيراد بكده مش هيبقى موجود أو قليل جدا. بالتعاون بين الشركات دي كلها في ظل صدور برنامج وطني لتنمية السيارات، صناعة السيارات، اللي هو AIDB، اللي بيقدم بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، واللي بتوفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية. وبيعتمد البرنامج الأساسي على القطاع الخاص. هننتج 1,000,000 عربية أو سيارة في العام، وده طبعا عدد ضخم جدا. ودي طبعا حاجة كويسة إن مصر هتكون رائدة في صناعة السيارات، وهتكون إن شاء الله من الدول العظمى. وبكده الحلقة خلصت، ما تنسوش بقى تشوفوا الفيديوهات القديمة وتستنوني في الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. اوعوا تنسوا الاشتراك والمتابعة واللايك.